السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، والنهاردة بقى هعمل لكم بشوية بصل وشوية توابل أحلى فرخة ممكن تاكليها مشوية بحبة حاجات في البيت. فعلا مش هتستاهلي أبدا تجيبها من بره بمبلغ، وطبعا عارفين أكل المطاعم غلي بعد الأسعار كلها ما غليت. فالنهاردة بقى كده هنعمل مع بعض تتبيلة سريعة ما فيهاش طماطم خالص. هتشوفوا معايا مع بعض، هنشوف كده احلى تتبيله. اول حاجه كده جبت بصل قطعته في الكبه، وجبت لورا، فلفل اسمر، ملح، حبهان، بابريكا. بس يبقى تاني بابريكا وملح وفلفل وروزماري ولورا وشويه حبهان كده لو عندك. حطيت كل دوت على البصل وشويه زيت صغيرين، وابتديت كده ندعك التتبيله بتاعتي في بعض، وشويه مرقه دجاج باودر في الاخر خالص. هتشوفي بقى ازاي الفرخة اللي هي الشواية اللي من بره هتطلعها في البيت حلوة جدا، وبأقل حاجة عندك باللي موجود في البيت عندك بجد هتعمليه، مش كلام وخلاص. الفرخة طبعا كنت نقعها بخل وملح وليمون وغسلاها وشطفها. بصوا بقول لكم مية مية. انا كان نفسي اكل الفراخ دي جدا بس في البيت. فعرفت كده لما بفتحها بقى بجيبها من بره وبفتحها بلاقي فيها الخلطة دي بصل ولورا، وبشوف بقى ان هي غامقة طبعا فلفل اسمر. فقلت طب وليه اعملها في البيت احسن، يعني على الاقل ضامنة نظافتها وطعمها هيكون حلو جدا. والبابريكا بقى مهمة عشان بتخلي لك اللحم، لما بتفتحيها كده من بره بتلاقي اللحم احمر، عشان بقى تخلي لك الفرخة نفسها اللحم بتاعك ما تحسيش ان انتي بتاكلي لحم كده عادي، لا يعني محمرة كده ومشوية جامدة زي بره. جبت بقى بصوا الفرخة دلكيها بقى، اعملي لها مساج، وانا عامله لها بقى اضاءات وبص مشخلعاها على الاخر. يعني بصوا، يعني النهارده الليله الليله بمعنى اصح. فتحت كده ما بين الجلد بقى واللحم، عشان احشي كمان الصدر كده من الجوه. وابتديت برضو ادخل كده التتبيله كده في كل حته في الفرخه بتاعتي كده، علشان اضمن كده ان هي التتبيله في كل حته كده واللحم يكون كده وانا باكله معسل وجميل. مش تحسي ان انت بتاكلي لحم وخلاص. الحاجه لما بتتعمل يا جماعه بمزاج بتطلع حلوه قوي، ودي فعلا اتعملت بمزاج وطلعت حلوه قوي. بألف هنا بقى على اللي يجربها، وقولوا لي بقى اللي هيجربها يقول لي بقى جربتها بجد مش هتندموا ابدا. الفراخ بالذات في البيت بتبقى حلوة جدا. هنا بقى كنت خلاص دلكتها بقى، دعكتها جامد بالتتبيلة، وقلت كده كتفها بقى عشان تبقى طالعة كده شكلها يفتح النفس. وزي ما انتوا شفتوا بقى هحط شوية زيت كده على الوش عشان يديني الاحمرار طبعا، وشوية مية بقى في الصينية كده في القاع، وتغطي وتقومي حاطه. انا هنا ما حطيتش ميه، بس بعدها فعلا حطيت، وحبيت كده اشكها كده شويه. انا يعني حتى اللي نسيته قلته لكم عشان ما كنتش فاتحه الكاميرا في دي، عشان تطلع فعلا زي ما انا عاملاها معاكم كده بالظبط. محبش اخبي على حبايبي حاجه. ونقطتين كده زيت زي ما انتوا شفتوا، رشه بسيطه كده. بصوا بقت المنظر اصلا لوحده يا سلام يا سيدي. فهنغطيها بقى كده، اجيب ورقه زبده والفويل بتاعنا جميل، ورقة زبدة حطيتها كده عشان ما يجيش بقى الورق الفويل عليها كده على طول مباشرة، يبقى برضو حاجة صحية كده وكويسة. ما تسيبيش بقى وانتي بتغطيها اي فتحة من الفتحات اللي في الصينية، لا من الجنب ولا بصوا غلفوها، يعني غلفيها كده. ست البيت طبعا اللي بتشوف تغلفيها جامد جدا، لان الورق ده لما بيسخن بيديها بقى الاحمرار اللي انت بتشوفيه في الاخر، تبقى زي الشوايه بالظبط. طبعا في البيت ما فيش الشوايه اللي هي بتلف دي، ممكن في افران بتبقى فيها وفي افران لا. انا حطيتها في الفرن عادي جدا، مش هوقف نفسي على حاجه، وغطيتها من جميع الاتجاهات كده تغطيه حلوه كده. كتمتها بمعنى اصح عشان اللحم يستوي وفي نفس الوقت يديني اللون اللي انا عايزاه. فلازم تغطيها كويس جدا، ودرجة حرارة بقى عالية كده. هتاخد بقى معاكي ساعة ونص بقى ساعتين حسب الفرن بتاعك. انا خدت معايا ساعتين كانت دايبة، يعني هتشوفوها ان شاء الله كانت تحفة. وده كده شكلها بعد ما خرج. بصوا انا من الجلد نفسه، يعني العظم نفسه اتفتح،
ده دليل على التسوية السليمة، يعني لما تحسي كده اللحم فتح معاكي ده كده مستوية جامد. الورك كمان بصوا لو مش ملاحظين ساب الصدر خالص، يعني استوت 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 لغاية ما دابت، بقت تحفة يعني. عايزة اقول لكم كان طعمها في منتهى الجمال، طعمها رائع. وعملت كده كمان جنبها شوية بطاطس بالجزر كده بالطماطم ني في ني، وشوية طحينة كده، وكان من كتر سخونيتها مش عارفة افتح معاكم بصوا شايفين الدخان. وقدميها بقى كده بشكل حلو لولادك، حتى لو لنفسك قدميها بشكل حلو، يعني حتى لو ما عندكيش ضيوف يفتح النفس كده، عشان طبعا العين بتاكل قبل البق. وشوية خضار كده معاها شوية طحينة، انا بقى قدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بقول لكم بقى مدلعينها النهارده يا جماعه. بجد عشان الواحد لما بيبقى عايز يطلع حاجه اكله نفسه فيها فبيعملها بمزاج فعلا. فما تستخسريش في نفسك انك تقدميها لنفسك حلو يعني. فكده خلاص كده الفيديو بتاعنا بيخلص. ولو عجبكم قولوا لي بجد في الكومنتات، عشان هستنى رأيكم جدا جدا جدا، ومش هتندموا لو جربتوها. وبألف هنا وشفا على اللي هيجربها. وحبيت كده اغرف جنبها بقى كمان شوية خضار، بص ولا المطاعم يا جماعة. شكلها تحفة ورائعة. والرز الأصفر كده طبعا شواحي الرز بالملح بالكركم وبس كده، ورز عادي وشوية المية بتوعه وكده. هيستوي معاكم يبقى زي الفل. ودي نهاية الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.